القصه الثالثه، الاهلي عنده ورطه كبيره جدا مضايقه الحسين عموده، ومأزق خطير جدا، وده كان احد الاسباب اللي السنه اللي فاتت كانت مضايقه الاهلي وكانت عندها مشكله. مركز 6 او لاعب الارتكاز. الحسين عموده حاسس ان هو عنده اوراق هجوميه 100 فل و14، ما عندوش اي ازمه، خصوصا بعد حل ازمه المهاجمين. وهقول لكم دلوقتي كمان ان جراد ياشار اللي المفروض ان هو يتباع متالق، فده يعني اثار الانتباه والتساؤل بوديه النصر اللي امبارح. بس طبعا الوديات مش اساس، يعني محمد شريف كان متالق في معسكر الاهلي قبل انطلاق الدوري، وبعد كده ما فيش يعني ما قامتلوش قومه يعني، لكن الراجل متالق جراد ياشار، وسجل هدفين في وديه النصر، الاهلي كسبها 5-1. والاهلي هيبقى عنده وفره في الناحيه الهجوميه، لكن مع وجود منصف بكرار فطبيعي ان انت هتعمل ايه؟ هتطلع جراد ياشار اعاره وتتحمل جزء من راتبه، لان هو مرتبه حوالي، ناس بتقول 1,200,000 وناس بتقول 1,600,000، لكن هو في المنطقه دي يعني. فمفيش نادي في مصر هيتحمل المبلغ ده عشان يطلع لعيب اعاره. الاهلي هيتحمل الاقل على الاقل من 60 ل 70% من ثمن اعارته. وحصل ده السنه اللي فاتت، وراح احد الانديه الاوروبيه، يعني اللي هي في المنطقه، يعني دوريات كلاس سي، يعني مش كلاس بي حتى. ف هيبقى عندك بن عمري اجنبي، وعندك بن رمضان وبن شرقي بن جديده، سفيان بن جديده، وعندك كمان منصف بكرار. فطبيعي ان جراد ياشار يطلع اعاره، فما فيش مشكله بشكل عام في الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي. لكن المشكله في مركز 6، المشكله في مركز الباك ليفت. يمكن كريم فؤاد لو ربنا كرمه وسليم مع يوسف بالعمري ممكن يلعبوا ناحيه الشمال دي، مش هتبقى فيها ازمه كبيره جدا، وممكن احمد نبيل كوكا يبقى ثالثهم. لكن مركز 6 في مشكله كبيره جدا، مفيش غير مروان عطيه، وبعديه مرحله احمد نبيل كوكا، ويمكن احمد خالد كباكا، لكن بيقولوا ان احمد خالد كباكا ممكن يطلع اعاره او يدخل في صفقه تبادليه لو جابوا علاء طارق لاعب نادي زد، ويخش معاه احمد عيد اللي الاهلي مش عايزه الباك رايت. لكن هو السؤال مركز 6 هيحصل ايه في الاهلي فيه خصوصا بعد رحيل ديانج. فدي مشكله كبيره جدا بتؤرق الحسين عموده، وشايف ان الاهلي لازم يحلها، والورطه دي لازم تخلص. طيب اللي مطروح على الاهلي حتى الان بشكل واضح، طبعا كان في كلام على اكرم توفيق زي ما قلت لكم، بس الاهلي قال له خلص نفسك وافسخ التعاقد ونجيبك فري، صفقه انتقال حر. لكن ده ما حصلش، واكرم عايز يكمل، والفلوس حلوه هناك، وكمان الشمال ممكن يطلعوا نادي تاني لو ما كملش معاهم. فواضح ان الدنيا مش ماشيه في تركيبه اكرم توفيق مع الاهلي، مع ان هو كان مطلوب جدا، وعامل السن كان في ساعه في مصلحته 28 سنه. حمدي فتحي زي ما قلت لكم كان في كلام على بيراميدز، وما فيش بيراميدز خلاص، وبيراميدز راح تركيا، وهنتكلم عن بيراميدز دلوقتي والانديه اللي سافرت وراحت واللي جت. فالوكره متمسك بيه، وكمان الاهلي المبلغ ضخم بخلاف عامل السن. حمدي فتحي عدى ال 32 سنه، والاهلي عايز يبني جيل للمستقبل. طيب يبقى اكرم توفيق بره، حمدي فتحي بره، طب هنجيب مين؟ قال لك نجيب ادهم حامد لاعب بتروجيت. ادهم لعيب كويس، وكان في كلام عليه بشكل كبير، وقالوا ان هو هيجي، لكن لغايه دلوقتي ما جاش. ادهم حامد عنده 26 سنه، ما شاء الله، يعني الراجل طول بعرض 185 سم، وجسمه كويس وسنه صغير، والقيمه السوقيه بتاعته $600,000. ادهم حامد قال لك انا مستعد اروح الاهلي، بس يتكلموا النادي. الاهلي ما كلمش لغايه دلوقتي، كل كلام قال لك وسطاء سماسره وكلاء لاعبين، لكن عرض مباشر رسمي من الاهلي لبتروجيت لم يحدث حتى الان وفقا لكلام ادهم حامد. فاللعيب منتظر الاهلي، وبعد كده
هيطلع على النادي الاهلي، هيتفق مع الاداره وهيتفق مع الكابتن سيد عيد المدير الفني عشان يروح النادي الاهلي. هل يكون ادهم حامد القطعه الناقصه، ولا احمد خالد كباكا يكون موجود وما يسافرش، خصوصا او ما يطلعش في صفقه تبادليه او اعاره، خصوصا بقى ان احمد رضا الراجل مش مقتنع بيه، اللي هو حسين عموته. قال لك لا، مش ده الستايل اللي انا عايزه لمركز الارتكاز. طبعا احمد خالد كباكا كان عامل شغل كويس قوي مع زد، والاهلي كان عايزه في يناير يرجع ويقطع الاعاره، لكن هو قال لا، سيبوني اكمل عشان اخد فرصتي، وعمل موسم حلو قوي مع نادي زد. هو طبعا من نجوم منتخب الشباب. فاحمد برضو خالد كباكا ما شاء الله ما يكملش 22 سنه، كان لعيب واعد ومستقبل جيد. فهل هياخد فرصه جنب مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، ولا الاهلي والحسين عموته يكون لهم راي تاني ويجيبوا ادهم حامد لاعب بتروجيت اللي يعني منتظر النادي الاهلي يتحرك في هذه القصه؟ طيب